تخيل معايا في راجل جدع دايما بيساعد الناس ويبذل مجهود عشان يسعد اللي حواليه، خصوصا البنات، عشان ده يعني محتوى القناة. هو المفروض البنات كده تعشقه يعني؟ مش كده ولا ايه؟ لكن الغريب انهم بيتعاملوا معاه على انه مجرد صديق، او بيتهربوا منه، ساعات بيختفوا يرجعوا وقت ما هم عايزين. طب ليه كل ما تبقى طيب بزيادة كل ما البنات تبعد عنك اكتر او بتتعاقب اكتر؟ هو اللي قاله لك ممكن يعني يصدمك شوية لو انت لسه عارف الريد بيل وكده، بس لو فهمته حياتك كلها تتغير. اول حاجة لازم نبقى متفقين الطيبة في حد ذاتها مش حاجة وحشة، كلنا عاوزين نبقى ناس كويسة ومحترمة، لكن بين انك تكون راجل محترم وعندك قيمتك وبين انك تكون شخص بيتنازل عن نفسه عشان يعجب اللي حواليه، المشكلة مش في انك طيب، المشكلة في انك طيب زيادة عن اللزوم لدرجة ان شخصيتك بتبقى ضعيفة. يعني ايه؟ يعني لما تبقى متاح دايما، اي طلب تطلب البنت تقول حاضر، اي وقت تكلمك ترد على طول، حتى لو التليفون اصلا كان في الصاله وانت في المطبخ وسمعت صوت الاشعار ممكن تروح تجري عليه وترد على طول. انت بص انت بتعمل ايه، شوف تصرفاتك بتبقى عامله ازاي اصلا. دي مش تصرفات حد يعني طفل، كان ولا ساعتك بقى انت طفل كده. ليه تعمل حاجه تضايقك وانت عشان طيب وعامل لك غسيل دماغ تروح تصالحها عشان انت راجل؟ اي مشكلة عندها انت اول واحد تروح تجري تحلها. انت كده بتوصلها رسالة انك مش قادر تستحمل انها تبقى زعلانة وهي اصلا بتمسي عليك، عشان تشوف هتبقى راجل وتاخد موقف ولا لا. وانت يا عيني بتقول مفيش حاجة اهم منها وانك مستعد تعمل اي حاجة عشان ترضيها، وده اصلا مفيش حاجة توحي ان ده جذاب اطلاقا، غير انه بيترجم على انك ضعيف بس، مفيش اي حاجة تاني. يعني البنت بقى تقولك ده حب ومش حب وكاني وماني، كل ده عبط، كلنا عارفين الحقيقة ولا انت لسه عارف هتعرف؟ شوف الفيديوهات اللي على القناة وتفهم. يلا نبدأ القسم التاني. البنات بطبيعتهم بيحبوا التحدي، بيحبوا الراجل اللي ليه قيمة في حياته، اللي مش كل تركيزه عليها. لما تكون راجل عندك هدف، عندك طموح، مشغول، مش كل تركيزه عليها. لما تكون راجل عندك هدف، عندك طموح، مشغول بحياتك، مش متاح 24 ساعة في 7 أيام، ساعتها قيمتك بتزيد عندها. حتى لو بتكلمها كل يوم مفيش أي حاجة تبقى جذابة، الكلام بيخلص، تفضلوا ده تنعروا مع بعض في الشات، مش هتعملوا اي حاجه تاني. لما تبقى فاضي لها على طول انت كده بتبقى زي الخلفيه بتاعه التليفون، حاجه متوقعه جدا، حاجه ملهاش اي قيمه. تفتح الفون هتلاقي الخلفيه متاكد انها تبقى موجوده، لدرجه انك مش تبقى تاخد، لدرجه انك بتفتح التليفون مش بتاخد بالك من الخلفيه اصلا، بتنسى اللي هي موجوده. وبيحصل ايه لما تزهق من الخلفيه؟ بتغيرها، والكلام هنا اكيد مش على الخلفيه. وهنا بقى نرجع للسؤال، ليه البنت بتكره الراجل الطيب؟ لأنها ما بتحبش الشخص اللي ما فيهوش تحدي. البنت لما تحس انك دايما متاح بتبقى بتفقد الاهتمام بيك، لانك بقيت حاجة مضمونة، زي المسلسل اللي كل يوم بتعيد نفس الوقت، ناس مفيش انتظار ليها، مفيش تشويق، كل حاجة بقت متوقعة. هما اللي بيسمعوا مسلسلات الهندي وكل فوق 100 حلقة عشان دايما بقى في حاجة جديدة، دراما ما بتضرب في الدماغ، شوية مبسوطة شوية بتعيط شوية مش فاهمة مالها، متشوقة كده. نخش على القسم التالت. الراجل الطيب دايما بيقول انا كويس معاها، بسمع كلامها، ما بزعقش، دايما موجود. دي بتبعد عني وبتروح لواحد مش معبرها اصلا، واللي مش فاهم انه بيقدم نفسه كواحد من غير قيمة، ده بيبيع نفسه حرفيا، انت بتبيع نفسك لو انت سمعني يعني. البنت مش بتكره الطيبة في حد ذاتها، هي بتكره الطيبة المصابة بالضعف. الطيبة لما تكون من واحد مستعد يضحي بكرامته عشان بس يعجبها، شوفه كأنه بوبي، معلش يعني في الكلمة، حاجة لطيفة ملهاش أي هيبة، مفيش أي حاجة، تفضل متزعلش مني بس هو دي الحقيقة. اما الراجل اللي عنده احترام لنفسه، اللي عنده قيمة، مش فارق معاه رضاها أصلا، مش متاح طول الوقت. اسكتي يا بنت بنت حاجة تعصب، ايه ده يا ابن اللي هو نرجع للموضوع، مش فاهم معاه رضاها، مش متاح طول الوقت، مش بيمسح شخصيته عشان يعجبها، عنده أولوياته، عنده شغله، عنده حياته،
ولو لقاها مش مناسبة ليه عادي جدا ممكن يمشي ما يبصش وراه اصلا. ده مش عيب ولا حرام، صح؟ امال اصل طالما موجود عشان مش مناسبة ليك تطلقها، او انت مش مناسب فيها ممكن تطلب منك الطلاق عادي. البنت عايزة تحس انها بتجري ورا راجل، تجري وراك، مش هو اللي متعلق بيها وعمال بقى اهتمام اهتمام اهتمام. يا عم اهدى شوية على نفسك، انت هتتخزوق في الاخر. الفرق الفرق بينك وبين الراجل تتشد دي البنت انه مش بيديها الأولوية على نفسه، هو فاهم انها بتنجذب للتحدي مش الراجل بينبطح تحت رجليها. واحدة من أكبر الغلطات اللي الرجالة بتعملها إنهم بيحاولوا يشتروا حب البنت باللطف والاهتمام المبالغ فيه. مش بيخليها تحبك، هو بيخليها تحب الهالة اللي معمول لها عامة، عشان اللي أنت عملتها بس قبل كده وجت بنت معاك مرة واتنين وسابتك مرة واتنين وتلاتة، وقلت أنت فكرت إنها بقى نفسك الواد الباد بوي اللي مفيش منه اتنين. هي بس حبت الفاليديشن اللي هي بتاخده منك بس، الفاليديشن اللي هي بتاخده منك بس. القسم الرابع، لو انت بتميل للطيبة الزيادة ازاي توازن الامور دي؟ واحد، حط حدود واضحة، متبقاش دايما متاح لأي حد، حتى لو البنت المعجب بيها حتى لو هي البنت المعجب بيها خلي عندك أولويات، ولو حد اتخطاها ما تخافش تقول لأ. اتنين، متبقاش الياس مان، لو حاجة مش مريحة ليك قول لها بصراحة، ما تبقاش موافق على كل حاجة عشان تكسب رضاها. هي بتختبرك، ده اصلا تلاقيه شيت تيست وبتشوف بس انت بتاع ايه الدنيا معاك، اللي عندك رأي ولا انت معايا في اي حاجة، داخل راشق معايا في اي حاجة ولا اي حاجة كده. تلاتة، خلي حياتك مليانة حاجات اهم، شغلك، رياضتك، طموحك. لو البنت حاسة انك مشغول بشيء مهم ده بيخلي قيمتك اعلى في نظرها. أربعة، ما تحسسهاش انها محور حياتك، لو البنت عارفة انك متعلق بيها اكتر من اللازم ده بيخليها تحس انك مفيش حاجة في حياتك غيرها، ده بيفقدك الجاذبية تماما. خمسة، ما تحاولش تشتري حبها باللطف، اللطف لازم يكون نابع من قوة مش من ضعف. البنت بتحب راجل محترم بس في نفس الوقت مش بيتنازل عن نفسه. الخاتمة، السؤال اللي لازم تسأل نفسك دلوقتي هو انت طيب ومحترم لانك راجل قوي وعندك مبادئ، ولا لانك خايف ترفض او خايف حد يزعل منك؟ لو كنت في الفئة التانية فانت محتاج تراجع نفسك، تبدأ تبني شخصية جديدة. لو عجبك الكلام ده اشترك في القناة واستنى الفيديو جاي، دوس لايك، ياريت يعني تعمل شير للفيديو دوت لو فادك او شايف حد ممكن يستفاد منه، واستنى الفيديو الجاي. والسلام عليكم.